السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ اخبار يومكم النهارده؟ يا رب يكون يومكم بخير يا رب. يا رب يكون يومكم بخير والشهر فاضل علينا وعليكم جميعا يا رب. هنوريكم النهارده طريقة تخزين الفول الاخضر. في ناس بتحبه، يعني مش عارفة، احنا عن نفسنا بنحب تخزين الفول زي البسلة. بنخزنه زي البسلة، بنفرزه في الفريزر ونخزنه زي البسلة كده ناكل منه طول السنة. مش عارفة انتوا في ناس بتحبه برضو زينا ولا في ناس ما بتحبوش ولا ايه؟ عامة اللي بنحب الفول يكون الأخضر ده. أنا كنت عايزة وأنا بجمعه أوريكم طريقة الجمع. أنا على فكرة مجمعاه من أرضنا. كنت عايزة أوريهولكم وأنا بجمعه بس مكانش حد هنا يصور لي. جمعته الصبح بدري على الندى عشان يفضل مرعرع كده وحلو، طري يعني. وبمسكه أفرطه، أفرط النص وأسيب النص. يعني بنحبه مشكل كده، بيبقى فيه متفرط وفيه من غير تفريط. اللي من غير تفريط دي بيبقى الجرن الطري، مش الجرن الناشف، الجرن الطري. الجرن الطري اللي بعمله بالسكين. بحب اعمله بالسكينة، مش بحب اقطمه بايديا كده يعني، عشان تبقى ايه، تبقى موحدة، تبقى شكل قد بعضها يعني. تبقى الحتة اللي انا قطعاها مقاساتها كلها زي بعضها، متبقاش حتة كبيرة وحتة صغيرة. ربنا يجعل شهر رمضان الخير علينا وعليكم جميعا يا رب، شهر الصيام. يا رب يجعله شهر سعيد علينا وعليكم جميعا يا رب. ما تنسوناش باللايكات والاشتراكات يا جماعة. واحنا ما قلناش والله ما نزلناش، كان في ظروف بس. كان في ظروف. بس انا نفسي يعني ايه القناة تكبر كده وتشجعونا ونشجعكم كده. على فكرة برضو هنوريكم تغسيل البسلة، احنا لسه ما جبناش بسلة. هنوريكم برضو احنا بنعملها ازاي، بنخزنها ازاي. ايه رأيكم؟ اهو قدامكم واضح في الكاميرا خالص، اهو قريب من الكاميرا. اهو شكله عامل ايه يعني؟ انتوا رأيكم اكتبوا لنا في التعليقات، يعني رأيكم ايه فيه؟ إيه حلو مش حلو؟ كويس؟ إيه في غلطة في حاجة؟ بس انا على فكرة انا بعمله كده على طول، بيفضل معايا لاخر السنة، مبيجراش لأي حاجة. ولا بحط اي حاجه في الميه السخنه بتاعته، ولا بحط في ليمونه، ولا بحط في ملح، ولا بحط في اي حاجه خالص. عن نفسي انا بعمله كده، مش بدخل عليه اي حاجه تانية. أهو. واضح في الكاميرا خالص قدامك اهو. اه متقشر ومن غير تكشير. اه الجرن طري خالص اهو. ايه رايكم؟ ما تنسوناش باللايكات والاشتراكات. وصلنا الميه السخنه. على فكره انت النفر لما بتيجي تشتغل في الفول مش بسيب المية ما سخنهاش، انا بولع على المية وانا في نص التفريط كده، وانا في نص بشتغل فيه بقوم مولعة على المية. مش بس انا لما اخلص خالص واولع على المية، لا انا بولع على المية وانا في نص الشغل بتاعه. يعني وانا مثلا عاملة قيمة 5 كيلو افرط نصهم واولع على المية تسخن عشان المية تغلي. لان لو سبتيه خلصتيه وسبتيه لما تغلي المية هيسود منك. الحباية اللي انا مقطماها دي، اللي هي معمولة بقشرها دي، بتسود. يعني المفروض ان هي ما تقعدش اكتر من ربع ساعة، او يعني ممكن تلت ساعة معاكي. غير كده تسود، تلاقي الحباية بوزة من هنا اسود ومن هنا اسود. شطفته مية ساقعة، والاخر حطيته في الماء المغلية، وبطلع من الماء المغلية احطه على صينية وافرده على الصينية لحد ما يبرد. اهو قدامك واضح واضح خالص اهو. واخضر زي ما هو، ولا اسود ولا اصفر ولا اي حاجة خالص، اخضر زي ما هو اهو. ما تنسوناش باللايكات والاشتراكات. وهوريكم برضو طريقة البسلة، عاملة برضو بعمل البسلة ازاي. اي حاجة عنها في الفريزر هوريها لكم. مهم. بسيبه لما يبرد خالص، وبعد كده احطه بقى ايه، اهو احطه في الكياس وبعاير بطبق. على فكرة ما حدش، انا بحب اعير بالطبق عشان مثلا ما تبقاش ايه، حبة كيس كبير او كيس صغير. الطبق بيعدل معايا العيار. بيخلي يعني على قد عيارنا، على قد اللي هي الحاجة اللي هطبخها، الحبة اللي انا هطبخها. لا يبقى كتير ولا يبقى شوية، على قد طبختنا. مهم. قدام منكم شوفوا اخضر ازاي زي الفل ازاي. وبنطلعه من الفريزر بيبقى زي ما هو كده،
ولا بيسود ولا بيجراله اي حاجه، بيفضل معاك لاخر السنه، بيبقى زي البسله زي الفل. مم. حبة فول زي العسل اهو. وصلناهم اهو، ما تنسوناش باللايكات والاشتراكات عشان القناه تكبر. والسلام عليكم.